الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقلنا الأخلاء جمع خليل، وهو الذي يألفه قلبه ويميل إليه قالبه حتى كأن الجسمين يتغلغلان في بعضها متخللين في بعض. وقلنا أن إسماعيل صبري رحمه الله قال في هذا المعنى: ولما التقينا قرب الشوق جهده خليلين ذابا لوعة وعتابا، كأن خليلا في خلال خليله تسرب أثناء العناق وغابا. هؤلاء هم الأخلاء. ولكن هذه الخلة إما أن تكون على خير وإما أن تكون على شر. فالخلة على خير هي التي تعين على منهج الله، يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. إذا رأى واحد منهم أخاه على إنه نهره وعدله أو قاطعه حتى يعود إلى الخير. اللي هم اجتمعوا على منهج الله، ورجلان تحابا في الله. هذه الأخلاء اللي على خير. في أخلاء تانية يزينون لأنفسهم الشر ويجتمعون دائما على إثم، اللي يجتمعوا على شرب خمر، اللي يجتمع على قمار، اللي يجتمع على تحليل الزنا. كل دول الخلة بعضهم على شر. هؤلاء الذين أحبوا نفسهم وهم على شر لأنهم يعينون بعضهم على الشهوات والإثم يكونوا أعداء يوم القيامة. ليه؟ لأنهم وجدوا أن الشر الذي تحابوا من أجله جاء لهم بعذاب مقيم، فكل واحد منهم يشوف الثاني يكرهه لأنه كان معه ولم ينهى. لكن المتقين يتحابوا في الله. زي الإنسان لما واحد تلميذ لما يجوا لموا عليه شوية ناس ويفسدوه ما يذاكرش وياخدوه على القهوة وياخدوه في الشارع ويجروا بيه هنا وهنا، ساعة ما يسقط يقول الولاد اللي عملوا فيها كده. إذا ساعة الجزاء لا يبقى على الحب إلا من كان اجتلابه وحبه على على خير. ولذلك هيقولوا في الآخرة: ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. ليه؟ لأنهم وجدوا من العمل اللي عملوه ما انتقوش فيه على الله. الأخلاء يومئذ أي يوم الجزاء والحساب بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي، كلمة يا عبادي الكل في الكون مؤمن وكافر طائع وعاصي عبيد. ليه؟ لأن الكل خاضع لقهريات لا يمكن أن ينفك عنها، يبقى كلهم عبيد. امرض ما بيقولش لا ما امرضش، موت ما بيقولش لا ما موتش، يبقى عبيد كلهم يصرف. فالقهريات كلنا مشتركين فيها فكلنا عبيد. لكن يمتازوا بكلمة العباد هم الذين كان لهم الاختيار، يختاروا الشر أو الخير، ولكنهم شافوا ربنا عايز منهم عايز خير، فنسيوا حتة الاختيار دي وقالوا لا هنفضل عبيد زي ما اللي انت عايزه منا اعمله. يبقى ده اسمهم عباد. لما الله سبحانه وتعالى عرض الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها. الأمانة هي أنا أعرف الأمانة إن واحد يأتمن واحد على شيء وليس عنده شهود وليس عنده وثيقة. امال الضامن له قال لك أمنت بس، إن شاء عند الأداء يؤدي أو لم يؤدي. أدي الأمانة. إنما إن كانت في حاجة ترغمه ما يبقاش ما تبقاش صفقة دي، ما تبقاش أمانة. يبقى الأمانة ما يؤتمن عليه الإنسان، وليس عند المؤتمن حج عليه إلا ذمته، إن شاء يؤدي وإن شاء ما يؤديش. يبقى ده الاختيار. يبقى الأمانة هي الاختيار. فالسماء والأرض والجبال الله، وإحنا هندخل نفسنا في المتاع دي ليه؟ في فرق بين التحمل وبين الأداء. عند التحمل يمكن الواحد يقول لك أيوه هات وأنا بأديك، إنما ما تعرفش وقت الأداء ما يمكن تيجي لك ظرف تبهدل الفلوس، ما يمكن قلبك يتغير وتحب تاكلها،
فقال لك وانا مالني؟ تقول له خد ال1000 دول خليهم امانه عندك لما عاوزهم. يقول لك يا عم ابعد عني، يمكن الظرف يختارني ويبعد عني، اهو فابين ان يحملها هي ابعد عني دي. والتاني يقول ايه وهاتهم وانا ساعه ما تعوزهم اديلهم. يبقى هو قسمين، هو ساعه ما خدهم ناوي برضه ايه، ومراد هو صادق في انه لما تعوزهم تاخدهم، لكن ظروفه حكمت عليه في ايه. ولذلك ادي السبب في ان الحق سبحانه وتعالى يريد في التعامل اننا نمنع اننا في وقت الاداء ما نخالفش. فقال ايه؟ اذا تداينتم بدين الى اهله ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، لان دي مش ضمان ليك. اما الناس فاهمه ان الكتابه ضمان للدائن، ده هي ضمان ايضا لدين المدين، لانه لما يعرف انها مكتوب عليه ما يعملش فيها اي حاجه، انما مش مكتوبه يمكن يفلس فيها. ولا تسأموا ان ايه؟ ان تكتبوها صغيره او كبيره. ما تقولش انا احمل فاصل بيني وبين فلان، انا لا، اعمل دي ضمان كويس قوي. لكن هل منع الله الثقه الايمانيه بعض في بعض؟ قال فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن امانته. ما دام امنك تبقى عادل هذا. فالحق سبحانه وتعالى اللي له اختيار، اللي قبلها الانسان قال ابقى مختار وانا علي عقل وهيحكم في الخير زي ما ربنا عايزه، ما انتش ضامن نفسك. انت عملت فتوه وقت التحمل، انما وقت الاداء ما انتش عارف هتعمل ايه. ولذلك قال الله فيه انه كان ظلوما جهولا، جهل وقت الاداء، فرح بالتحمل انما ما عرفش هيأدي ازاي ولا ما يأدي. فالسماء والارض قالت له لا، ابعدنا عن الحكايه دي وخلينا مقهورين مسخرين ولا لنا اختيار في حاجه. فالذي خلقه الله مختارا، يقول انا مختار صحيح، اؤمن اكفر اطيع اعصى، انا مختار، ربنا خلق فيا الاختيار على او كويس. ولكن انا ثقتي في الله انني هعوز اللي يعوزه، فانا الغي الاختيار الممنوع لي واللي عايزه ربنا انفذه له. اهم دول يبقوا عباد. ما هم العباد اذن؟ هم الذين تنازلوا عن الاختيار الذي خلقه الله فيهم الى ايه؟ الى مراد الله، وجعلوا كل تصرفهم على مراد الله، ولم يجعلوا لاختيارهم ايه؟ دول اسمهم ايه؟ عباد. انما الكل الثاني عبيد. ما فيش الا ايه واحده في القران يمكن تنقض هذا. ايه هي؟ لما يجوا في الاخره يقوم يجي للشياطين يقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ الله سماهم عباد وهم ضالين. أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، سماهم عباده. طب عباد ايه ده؟ هم كانوا مخالفين. اما اقول لك لان اليوم ده ما حدش له اختيار. لمن الملك اليوم؟ لله. ما حدش، خلاص انتهى، فكلنا عباد. يا عبادي لا خوف عليكم، ساعة ما يقول يا عبادي وياخذوني دخولي تحت قولك يا عبادي، ومما زادني شرفا وتيها وكدت باخمصي يعني بقدمي اطأ الثريا. دخولي تحت قولك يا عبادي، ما دام انا بقيت داخل يا عبادي. وان صيرت احمد لي نبيا، ده دي زياده دي عليا قوي، ده دي تخليني فوق ايه؟ فوق الثريا. يا عبادي ادي تشريف. ما دام انت هو عبادكم وخلاص اتلحمتوا فيه، هتخافوا من ايه؟ ده احنا في الدنيا بنقول لا كرب وانت رب، امال في الدنيا يبقى ايه؟ يبقى ما فيش خوف. ولا هم يحزنون على شيء فاتهم من نعيم الدنيا لان ما وجدوه عند الله خير وابقى. يا عبادي الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين. اذا في فرق بين ايمان واسلام. الايمان عمل القلب، والاسلام عمل الجوارح التي تنفذ ما امر به من امنت به. ولذلك الجماعه المنافقين كانوا يبقى اسبق الناس الى الصلاه، انما قلبهم مش مؤمن. ولذلك اقرا قول الله قالت الاعراب امنا، قال لهم لا انتم ما امنتوش لان قلبكم لسه فيه الله، ولكن قولوا اسلمنا بنعمل الاعمال بتاعه المسلمين يعني. ولذلك قلت لهم كانوا يبقوا في اول الصف لانهم عايزين ينفوا عنهم تهمه ايه؟ النفاق. النفاق. ومن الظاهره العجيبه ان المدينه
وهي منطلق الإسلام بالأنصار ظهر فيها النفاق، والمدينة اللي كانت عمالة ومكة اللي عمالة تهدم في المسائل لم يظهر فيها نفاق أبدا. قعدنا نفكر في الحكاية دي، قلنا ده النفاق ما يظهرش إلا إذا كان فيه خير يدعى، إنما أصل المدينة هينافقوا مين؟ ده محمد ضعيف وهو دينه ضعيف ومضطهدين، هينافقوه هو. إنما لما راح المدينة وبقى له إيه؟ عز وسلطان وجاه ومش عارف إيه، نافقه. يبقى النفاق في المدينة مش خسة فيه إيه؟ لا، ده ظاهرة أن الإسلام قوي وأصبح ينافق. إنما في مكة ما فيش في الكلام ده. الذين آمنوا بآياتنا آمنوا بها اقتنعت قلوبهم اقتناع يقين، وفيه اقتناع يقين واقتناع علم واقتناع حق. علم عالم القضية، الثاني عاينها في ذاته، الثالثة بقت حق يقين. في أشياء في الكون بتحدث تفسر للإنسان فلسفة الآيات الكريمة. أنا مثلا رحت أندونيسيا فوجدت هناك صابع موز نص متر قد كده، شيء عجيب. فلما جيت اسافر خدت في الشنطه 2 صابعين موز ولفتهم في الشنطه وخدتهم، لان حاجه عجيبه قلت اوريها للناس. فلما ذهبت الى بيتي قلت له يا ولاد انا شفت في اندونيسيا موز نص متر. قالوا نص متر تعجبوا. فانا لاني صادق وابوه ما بكذبش، فخدوا حته علم لاني صادق في نظرهم، خلاص علم. وبعدين بقى قلت له افتح يا واد الشنطه، فراح فاتحها ومطلع الموز. بقى عين اليقين دي كعلم يقين لانه من صادق، انما هم شافوها عين هات يا واد السكينه وقطع كل واحد ياخد حتى بقت حق الايه؟ بقت حق. يبقى فيه ايه؟ علم يقين اذا اخبرك صادق، عين يقين اذا شاهدت، حق اليقين اذا جربت. واحد قال لك ده يا سلام نيويورك بلد في امريكا والعمارات فيها ناطحات سحاب ومش عارف فيها ايه اللي 100 طابق ازاي الكلام ده؟ ايه يعني؟ مش مصدق الكلام ده. انما لانه هو بيصدق اللي قال له خلاص بقى عنده علم ان امريكا ونيويورك فيها ناطحات سحاب خلاص. وبعدين في يوم من الايام جمعتهم ظروفهم في سفر والطياره ماشيه كده راحه على قلت له بص اهي ده نيويورك اهي اللي انت كنت قلت لك عليه، بقت بعد ما كانت علم بقت عين شايفها. وبعدين قلت ما تيجي ننزل كده فيه نمشي فيها ونشوف فيها ايه ونفلفلها. نزلنا نعيش فيها ليله بقت حق يقين. فيبقى عندنا ايه؟ علم يقين وعين يقين وحق يقين. فالذين عندهم علم اليقين بالايمان هل ينفذون ما فيه مما امر به من امنوا به ولا ما ينفذوش؟ اللي ينفذ يبقى مسلم، واللي ما ينفذش يقال امنت نفاقا، انا اسلمت بس انما ما امنتش لاني اسلام ومش. ولذلك ان قالت الايه؟ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. هم لما سمعوا كلمه لما عرب وفاهمين قال لك ده لما دي لنفي الواقع ولكنه يرجيك في المستقبل. زي ما تقول لا كل البساتين اثمرت ولما يثمر بستاننا، متاخر انما هيثمر. فاطمئنوا الى كلمه ايه؟ لما دي انهم في بشرى ايه؟ انهم يامنوا. الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنه. ادي الجزاء انتم وازواجكم. قال ايش معنى قال يعني انتم وازواجكم؟ قال لك لان كل متعه يتمتع بها الانسان وينبسط الى ان تدب فيه غرائز المراهقه. يبقى اللي هيجي احب حاجه انه بده يدور له على خليله او زوجه او اي حاجه، وهي التي تشاركه في كل شيء حتى في يمكن الواحد ما يخليش ابنه يطلع على عورته، ما يخليش ابنه. اذا الزوجه هي المرافق المشتهى اولا والمعين ثانيا، سكنا وموده ورحمه. ولذلك في السكن والموده مفهومه دي. انما الرحمه قال لك لما يبقوا كبار ومسنين لو شفت انت
زوج ورجل وامراه في سنهم الكبير اللي ما عادش فيه قربه خالص، وهم بيعاملوا بعض اكن ايه عشق اللي ما فيش من الدنيا. يا سلام، يبقى ما فيش مش عارف ليه؟ لان ما فيش حنان معهم الا مع الاثنين دول، الابناء راحوا هنا وده راح هنا وده راح هنا، وهو اللي هو وهي اللي قاعد في بوزه، ما فيش هم الا بعض. يبقى يقولوا انتم وازواجكم تمام النعيم تحبرون تسرون او يغشاكم الحبار. والحبار هو لون البهاء الذي يشع من وجه الانسان التقي لسروره، تعرف في وجوههم ايه؟ نظرة. هي دي نظرة الايه؟ ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون. وبعدين بقى شوف التنعم بقى، ما هي بس قاعدة وهي بس كده ما بتعملش حاجة. يطاف عليهم بصحاف من ذهب. شوف بقى الطبق الكبير اللي بياكلوا فيه ده من الذهب بقى. الصحاف هو الطبق الواسع اللي الاسره كلها تاكل فيه، زي التبس مثلا لما بنعمل التبس اللي كنا ناكل منه في السعوديه اسمه ايه؟ صحاف. وبعدين الطبق اللي احنا بناخده اسمه كلية. وبعدين اكبر منه شويه يبقى اسمه قصعه، واكبر من ده وده يبقى جفنه. تبقى الجفنه دي ايه؟ اوسع حاجه، دي بتاعت الناس اللي بقى يغشاها الناس ايه؟ كتير. يقول اللي عنده متوسط يمكن هو بياكل هو واهله تبقى الكليه الطبق البسيط. جاله بس حد قريب قريب كده تبقى الايه؟ القصعه. وبعدين تيجي صفحه، وبعدين تيجي ايه؟ جفنه، على حسب مستويات الاكلين عند القاصدين له. ان كان اللي بيقصدوا كبير او نصعي زي محمد لاشين مثلا يجيب ايه؟ جفنه. ولذلك يقول لك كجفنه الشيخ العراقي. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن جدعان كان عامل قصعه جفنه، هذه الجفنه بنه مش تتنقل كده وتبتاع، لا بنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستظل في الشمس منها بها. شوف اللي قاعد يستظل بقى جفنه ايه دي؟ نعم. ولذلك هناك لما ربنا حب يقول لنا ده الجن ربنا سخرهم لسليمان يعملون له ما يشاء من محاريب دي علشان التقوى، ده نبي. من محاريب ايه؟ وتماثيل وجفان كالجواب، كبيره قوي. نعم. عمل الشياطين بقى صنعه الشياطين. ويطاف عليهم بصحاف من ذهب. طيب دي للطعام. واكواب، ما هو طعام عايز شراب يبلعوا بيه ومش عارف ايه. الكوب هو ايه؟ فيه كوب وابريق وكاس. الكوب هو الكوز الذي لا عروة له، ملوش ايد ولا خرطوم ولا بسبوس نخر منه. وبعدين ايه؟ ادي الاكواب اللي اسمها ايه؟ كوب. طب واباريق، في اباريق تانية، اباريق وكاس، مش كده؟ الاباريق يبقى برضه زي الكوز بس له ايه؟ ايد وله خرطوم اللي هو البسبوس اللي بنخرطم به. الكاس هو الكوب بس لازم يكون ملان، لازم ايه؟ ولذلك احنا قلنا بكاس من معين. كاس مش الكاس هي اللي تجيله، كاس مملوءه ميه من ايه؟ من معين. يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب. طب دي بس كده اكل وشرب كده؟ قال لك لا، ده انا بديك مثل. انما بعدين ايه؟ وفيها ما تشتهيه الانفس. اسمه ايجاز للمتعدد، لان لو قعد يعدد بقى هيقعد يعدد كتير، يقوم يجملها في ايه؟ اللي تشتهيه نفسه ايه؟ يجي في يعني في فرق بين ان تاتي للضيف بطعام من انت عامله وبين ان تاتي له بضعاف يشتهيه. يمكن انت بتجيب له طعام هو ما بياكلوش، لسه ما بياكلوش، صحته تمنعه. انما انت لما تجيب له الطعام اللي هو يشتهيه يبقى ده احسن انواع الايه. ولذلك لما واحد يعزم واحد كبير يقول له انت يعني ايه الاكل اللي تحبه؟ ها؟ علشان يعمل له الحاجه اللي فهناك يقول لك ايه؟ تشتهيه الانفس وتلذ الاعين. يبقى مش بس عايز يملى بطن، ده عايز يملى نظره بالله. تلذ الايه؟ الاعين. يبقى انبسط كده لما يشوفه، لان في حاجه تاكلها انما منظرها مش انما حاجه تاكلها وعينيك تنبسط منها، العين دي تشوفها كده تبقى يعني حاجه ايه؟ حاجه كويسه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يعدد النعم
يقول لك ايه لما يكون واحد عنده جنينه وفيها ثمر وازهار وواحد ما عندوش، يقول له انت برضه هتستفيد، لانك انت لما تفوت كده تلاقي خضره وريحه حلوه مش كده، وبعدين تنظر تلاقي الزهر الجميل وتلاقي الثمر، وقال لك دي متعه اكثر من متعه الاكل. ولذلك يقول لك هناك يا بني انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعم، دي تخلي الانسان ايه احسن من ما ياكله. نعم. وانتم فيها خالدون، يعني الموت اللي كنتوا بتخافوا منه ما عادش هيجي. ثانيا بانقطاع المدد بتاع النعمه ما عادش هيجي، النعم هناك لا مقطوعه ولا ممنوعه، وكل النعم عطاء الله، وعطاء الله لا ينفد. كل ما ياكلوا حاجه يقول لك يجيبها له متشابهه، يقول له طب بس كلها، يجيبها له زي المانجا برضه وبعدين ياكلها ما يلاقيش زي المانجا. امال ليه جاب لنا بقى الرمان والمش عارف؟ قال لك لان دي اللي الفوه، انما هو ده حاجات كل يوم ياكل، كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا به من قبل، قالوا لا اوتوا به متشابها بس طب كله مش هيبقى زيه. نعم. وتلك الجنه اللي فيها الاشياء دي كلها التي اورثتموها بما كنتم تعملون. اورثتموها يعني خدتوها ارث. طب ما هو الارث؟ ان ميت بيموت ويسيب حاجه لعياله، يبقى عياله يملكون بدون عقد وبدون ثمن، لان الملكيه تنشا من عقد وثمن، انما بتاعت الارث دي لا فيها عقد ولا فيها ما فيهاش ثمن. طيب ورثتموها، هنورث ايه؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى في المكيت الازلي اللي كل شيء انتهى منه وقد صح ان القلم قد جف، ولذلك الراجل بيسال المأمون بيقول له ما شغل ربك الان وقد صح ان القلم قد جف، ما عادش حاجه جديده لان كل حاجه ازلا مدونه. قال له امور يبديها لكنها هي موجوده بس مخفيه، يجي ميعادها تظهر. امور يبديها ولا يبتديها، يرفع قوما ويخفض اخرين وهو القابض الباسط. نعم. طب ورثناها من ايه بقى؟ نشوف الارث ده. الارث بيقل مال المورث للوارث، يقوم ربنا يجعل الارث ده حلال وان كان المورث جايبه من حرام. يعني مورث زي بنشوف كده بيتاجر في المخدرات وجاب فلوس، يبقى هي حرام، انما انتقلت لمين؟ لابنه، مش حرام على ابنه لان المسؤوليه لا تتعدى. ورسول الله حسمها بقوله شركم من مات بشر وترك عياله بخير. مالكش دعوه. ولذلك الميراث ما تسالش منين جه، مالكش دعوه، لان ان كان جه من اسم صاحبه مطوق بيه مالكش انت اللي بيه دعوه. زي النفقه، الزوجه ما تسالش زوجها من اين اتيت بالمال، والولد غير البالغ ما يسالش ابوه من اين تنفق عليه، انما لما يبلغ الرشد يقول له قول لي بقى المال ده منين، لانه يستطيع ان يكسب غيره، خلاص بقى قوه، عنده قوه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، لم يعد له حق على ابيه وانما انتقل الحق منه لابيه، انما هو مالوش حق الا ان يتفضل الاب. ولذلك تجد القضيه دي في الغرب شائعه، الاغاني ومليونير ويسيب ابنه لما يبلغ يطفح الدم ويصل الطاعه علشان يدفع مصاريف الجامعه ولا يسال عنه ولا له دعوه. فده اللي خلت قوه الشباب تستغل، انما لما ابوه يسال عنه قوه الشباب تطمحن. ولذلك ادي سبب فوزهم المادي. لكن خطأهم انهم عمموا الحكم على الفتى والفتاه. الاسلام يقول لا، اذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. اللي بيرهق الاباء الان ايه؟ ان العيل يبقى سنه 25 سنه ولا يزال طفلا،
يقضي حاجته من ابوه. لا، لما يتجوز عايز ابوه يجيب له الشقه ويجيب له عربيه ويجيب له البيت. ما هتبقى تعمل ايه في حياتك بقى؟ هذا اللي تعب الدنيا وتعب اقتصاد البلد كله. ان عندنا الطفوله بتمتد ل 25 ويمكن ل 30 سنه، يفضل الولد ايه؟ ابوه اللي يعمل له كل حاجه، مع ان الاصل كان الواحد بيقول لك يا ربي لحد ما يجي ايه يكبر يريحه، ويمكن عنده عيال صغيرين. قال لك لا، دلوقتي شوف دلوقتي بص لاي واحد كده عنده اولاد ايه اللي بيعملوه؟ كل حاجه عايز بيت عصري، بيت عصري يعني فيه كل ادوات الكمال، الثلاجه والغساله والبوتاجاز. يمكن ابوك ما شافش الثلاجه دي والبوتاجاز الا لما كبر. ما انت عايز تبدا حياتك بما لم ينتهي به ابوك، فبتضيع الصغيرين وبتتعب ابوك زياده عن الايه؟ عن اللازم. فدي الاسلام مش كده. لكن البنت تفضل في حضن ابوها الى ان ياتي لها حاضر. دكهم تفوقوا ليه؟ الشباب كله بيشتغل. لو انت ذهبت الى اي عاصمه من العواصم ما تجيش في الشارع شاب. ولذلك لما يضربوا الجرس الساعه 12 تلتفت تلاقيهم انتشروا زي والى لقاء اخر.